لغريزة الصيد جذور عميقة في جينات الجنس البشري، وهي تشترك مع غريزة القتل في كثير من الصفات. فالوحشية البشرية عضو بدائي بداخلنا يصعب استئصاله، خاصة عندما يصبح الصيد جزء من اللهو. موسم صيد الغزلان رواية مميزة بالنسبة لأحمد مراد، لأنها اتعملت بعد 10 سنين بالظبط من بدايته في مجال الكتابة. في البداية كده الحلقة هيبقى فيها حرق لبعض أحداث الرواية، فانصحك لو ما قريتش الرواية تقراها، أو لو أنت عايز تعرف أحداثها مع بعض الحرق عشان تقرر هتجيبها ولا لأ. فده الفيديو الوحيد اللي هتلاقيه بيتكلم في تفاصيل مهمة عن الرواية وبشكل مفصل من غير أحداث كتير، وعلشان نعرف هل الرواية دي تستحق كل الشهرة والهجوم اللي حصل عليها ولا لأ. فيلا بينا نبدأ. في الرواية دي هنلاحظ بشكل كبير إن أحمد مراد كان حابب يوصل لنا الخيال العلمي، لكن بشكل جديد، حب يكون مختلف عن الخيال العلمي اللي معظم الناس بتقدمه، اللي هو ناس بتسافر كواكب تانية وبيشوفوا مخلوقات تانية والأجواء دي. أحمد مراد كان شايف حاجة تانية، كان شايف إنه عايز يقدم خيال علمي لكن بشكل واقعي ومختلف، وكانت من أهدافه إنه يعمل حاجة تلفت الانتباه وتعمل صدمة عصبية للقارئ. وده طبعا اللي حققه أحمد بكل جدارة بسبب مدى جديته في سرد الرواية. أحمد قال إنه عشان يبدأ يجمع المعلومات وأفكار الرواية ببعضها ويوصل لك المعلومات العلمية بشكل صحيح، عاش مع الأبحاث العلمية فترة كبيرة، وعاش مع الكتب اللي بتوصف المستقبل بعد 100 سنة. في حاجة اسمها علم النفس التطوري، ده دلوقتي ترند موجود في الطب النفسي، بيرجع كل تصرفاتنا للبيولوجي بتاعنا العادي بتاع الغابة، وقت ما كنا بريميتيف جدا، وقت ما كنا بسطاء جدا. العلم ده النهارده بيقول ان احنا ما اتغيرناش رغم كل شيء، رغم كل التكنولوجي وطلعنا الفضاء وكله، بس في الاخر احنا نفس الزوج والزوجه اللي كانوا موجودين في الوقت القديم. لذلك انا بتكلم في حاجه انا عارف انها هتفضل موجوده مهما طال الزمن. الروايه ما حددش زمانها عشان القارئ يعيش ويتخيلها في كل الازمنه، زي ما برضو ما كانش بيوصف شكل البطل عشان البطل يتخيله بالشكل اللي يجي في دماغه، ودي حاجه بتميزه في كل رواياته. من الحاجات اللي بتميز احمد مراد انه في الاغلب بيعرف يعمل دعايه بشكل كويس لرواياته، زي مثلا فيديو كليب لروايه موسم صيد الغزلان باغنيه مسار اجباري. انا مش من النوع اللي بستسلم وادوب، ممكن اقرب حبة وارجع تاني توب، لأنه شايف إن الأفلام والمسلسلات بتاخد حقها الكافي من الإعلانات والدعاية على عكس الروايات، فهو عرف يسوق لنفسه بشكل مختلف ومميز. أحمد مراد في الرواية كان عايز يعيش القارئ رحلة في دماغ البطل، تعيش رحلة فيها أسئلة وحاجات كان ممكن تسألها لنفسك، ده غير الأسئلة الوجودية. عشان كده قابل هجوم ونقد كبير بسبب الرواية، وناس قالت إنه بيدعي الإلحاد والجنس وحاجات كتيرة مش مناسبة لمجتمعنا، لكن في بعض الناس تفكيرها كده ما تعرفش دماغهم بتدور ازاي، ودي حاجة نحيي فيها المؤلف على براعته، وعلشان كده هو من الكتاب القليلين اللي قدروا يدخلوا عالم السينما باختلاف أفكاره. في 2017 في لقاء كان بيتكلم عن رواية موسم صيد الغزلان وعن مناقشتها وعن كل حاجة تخصها، وكمان تحويل رواية تراب الماس لفيلم في السنة دي. وفي اللقاء ده اتسأل عن تحويل موسم صيد الغزلان لفيلم، وقالت له إنه من الصعب تحويلها لفيلم بسبب إنها في المستقبل، وكان رده بكل بساطة ممكن، بس هيبقى فيلم صعب قوي. انا ما بستكبرش ابدا على امكانيات السينما بتاعتنا، يعني اقصد ان الواحد لازم يفكر زي ما بيقولوا ثينك بيج، يعني يفكر دايما انه المستحيل ممكن يتم. انا ما كنتش اتخيل ان في لازم تصدق بالله، كنت لسه هقول لك تصدق بالله، انا لما قريت روايه الفيل الازرق قلت مين المجانين دول اللي عايزين يعملوها فيلم؟ لا يمكن هنعرف نعملها فيلم. واتعملت فيلم حلو. في سنة 2023 في لقاء لأحمد في نفس البرنامج أعلن إن موسم صيد الغزلان بالفعل هتتحول لفيلم، وإنه كتب السكريبت بتاعها، وإنه حاليا في مرحلة التحضير. موسم صيد الغزلان هيتحول لفيلم سينمائي؟ انا كتبت السيناريو بالفعل، ودلوقتي في مرحلة التحضير الانتاجي للفيلم ده. فيلم انتاجه صعب جدا جدا بالفعل، وده بيثبت فعلا نجاحه، وانه دايما بيتطور تطور كبير، وان مفيش حاجه مستحيله عليه، ودي حاجه بتميزه، وقد ايه هو شخصيه ناجحه وقدوه يقتدى بيها. احمد لما كان بيناقش الروايه قال لك ليه ما بنفكرش؟ ليه كل حاجه عندنا ثوابت؟ هو طبعا في ثوابت،
لكن ليه ما بنزيدش معرفتنا ونفكر ونناقش الافكار؟ ليه بنكرر كل اللي عمله ابائنا واجدادنا؟ في كمان ناس قالت على الروايه بتعمل شرخ في ايماننا، فلو مجرد عملت شرخ عندك فده كان عيب عندك انت من البدايه، والشرخ ده كنت انت اللي مداريه، فلازم تعرف الشرخ جه ازاي وتسده. كمان قال انه عاش التجربه اللي في الروايه، اللي هو يعيش حيوات سابقه، علشان كده استوحى الفكره، وان الفكره ممكن تكون حقيقيه مش مجرد روايه. طيب كل اللي قلناه ده مجرد مقدمه مش اكتر، وكل ده ولسه ما قلتلكش على الحاجه اللي هتخليك مركز معايا. يلا ندخل على أحداث الرواية. نديم شخصية غريبة عايشة في المستقبل، عالم بيولوجي كبير بيتكلم عن التطور النفسي واكتشاف الذات، وعن أسئلة وجودية ناس كتير بتسألها لنفسها. شخصية ملحدة، خلينا نقول لحد دلوقتي هي ملحدة، لكن بعدين كل حاجة هتتغير. في البداية كده الرواية من الحاجات اللي بدايتها تبان إنها في المستقبل، هو المذنب اللي الناس كلها مستنياه، وإنه الحدث اللي بيحصل مرة في العمر، وكمان العين التالتة اللي ذكرت في أول فصل في الرواية، وهي عدسة بيلبسها الشخص مربوطة في شريحة وبتتحط في العقل ومرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بتساعده في كل حاجة وبتسجل له كل أحلامه، ودي أهم وظائفها علشان الرواية معظمها مبنية على أحلام وعلى خيالات. وكمان الروبوتس موجودة بشكل طبيعي، والتعامل معاها على إنه شخص عادي بيقدر يعمل حاجات كتير وبيساعد في كل حاجة. في الرواية كمان معلومات علمية دقيقة وحقيقية زي اللي نديم ذكرها انها حدثت، زلزال البحر المتوسط اللي علماء كتير بيتوقعوا حدوثه. نديم في الروايه قال ان كده حصل في المستقبل. ومن الحاجات اللي احمد قالها انه ما حددش زمن الروايه صريح، لكن لو دققنا هنلاقي انه اتحدد في الفصل الثالث من الروايه، زي انه قال ان من 100 سنه تقريبا سيطر على العلماء هاجس الاشعاع الذري، وذكر السنه اللي حصل فيها كده وهي 1970 لما العلماء قدروا يحقنوا الدي ان ايه للنباتات والبكتيريا وبعض الحيوانات بهدف تبديل الصفات الجينية. فلو حسبناها هنعرف ان نديم تقريبا كان في سنة 2070، وده اللي أكده أحمد لما في لقائه قال ان الرواية في ستينات القرن الحالي. نيجي بقى لفقرة الأسئلة اللي نديم كان بيسألها في الرواية واللي أثارت الجدل. أسئلة زي ليه الإله مصمم يموتنا رغم اجتهاداتنا؟ هل تطورنا بيقلقه؟ خرجنا عن خط السير اللي هو كاتبه؟ وهل أصلا في خط سير مكتوب؟ ولا احنا في كواليس الخلق للأديان وهمتنا بيها؟ كمان قال ان التكنولوجيا تطورت لدرجة انها قادرة تخلق انسان بنسبة 95%، وكمان قال انه ما يقدرش يهين الاله عشان هو مش معترف بوجوده اصلا، وليه الاله مادام موجود ما يقدمش دليل لنفسه. من محاضرة نديم بتبدأ رحلة موسم صيد الغزلان، لما بيشوف غزالة اللي بتجذب انتباهه اللي هو بيحلم بيها ليلة المحاضرة، وبتبدأ غريزة الصيد عنده. بعد المحاضرة بيقابل الغزالة ومعاها جوزها طارق اللي بيقفوا مع نديم وبيتعرفوا عليه على ما طيارته تيجي تاخده. ومن هنا بتبدأ رحلة الملاذ والتساؤلات عنه، وإيه هو الملاذ اللي طارق قاله لنديم. وبنبدأ معاها رحلة نديم في معرفة مين هو الشيطان وليه كل حاجة ضده بسبب عدم سجوده لبني آدم خلق من طين وهو مخلوق من نار. ونديم كان شايف ان الشيطان متحمل فوق طاقته وان البني آدم هو الشيطان الحقيقي. سؤال تاني، ليه حرم الإله الانتحار؟ ده كان سؤال نديم لنفسه في تحضير محاضرته الجاية. ليه الانتحار حرام؟ الشخص بيشتد بيه الألم والمعاناة وبتضيق بيه الحياة وبيرغب في الرحيل. كل ده كلام جوه نديم وهو المقتنع بيه، ومن الصعب ان الانسان يبطل تفكير بالذات لو انه عايز يوصل لذاته وما يبقاش مسير. نديم دايما شايف ان الغريزة الجنسية مهمة عنده، وعنده رؤية دايما للغزلان بشكل مختلف عن الاشخاص. شايف دايما انها بتسد الفجوة اللي جواه برغم انه متجوز. نديم متجوز من مريم حب حياته الاول، شخصية مهووسة بعلم الفلك والنجوم والابراج، شخصيه منعزله لوحدها وعنده بنت منها بيحبها جدا، اللي هنعرف بعدين انها اصلا ميته، وان كل مره بيشوفها فيها كانت عن طريق النضاره بالذكاء الاصطناعي. ومع الوقت نديم بقى مقتنع ان الغزاله لما بنتعود عليها بتبقى زي حاجه مقدسه ما بتحبش نشوفها بشكل مش كويس، وبالاخص بعد ما بقى عنده بنت منها. نديم بيشوف ان الغزاله في تكوينها المتكامل مش في حاجه معينه فيها. كلام نديم عن الجنس كان دايما بيبقى جريء، زي مثلا ان
ننظر للجنس كفعل نجس؟ ألم يبتكره الإله؟ ألم يختاره وسيلة للتزاوج؟ وإن ليه الجنس فعل دنس ومحسوب على الأنثى ولكن محط فخر للذكر؟ في زمن نديم كان تم اختراع أنثى الروبوتات، وده اللي نديم حكاه في ممارسته الجنس مع أنثى روبوت. نيجي بقى عشان نبدأ مع نديم رحلة الملاذ اللي قرر إنه يجربها بعد تفكير كتير وعدم اقتناعه بيها. في البداية إيه هو الملاذ؟ هو مكان بيملكه طارق هارون، دكتور مخ وأعصاب عنده مكان قديم في الزمالك بيعزل فيه الشخص عن كل حاجة، وبيبدأ إنه يمارس عليك تجارب بتوصلك لذاتك وبتوريك حيواتك السابقة. بيبدأ نديم رحلة الملاذ اللي مش هتنتهي إلا لما تخلصها. هتسأل سؤال دلوقتي، ليه نديم راح رغم إنه مش مقتنع بيها؟ غريزة صيد الغزلان اللي هي مسيطرة على نديم، زي اللي خلاه يروح عشان يصطاد تاليا الغزال. مع استخدام نديم لنظريات صيد الغزلان اللي هو مقتنع بيها واللي شايف إنها فعالة وبتنفع مع جميع الغزلان، بدأ نديم رحلة الملاذ بعد محاولات كتيرة من طارق عشان يقنعه. أول مرحلة بتبقى دلتا اللي بتحقق فيها أعمق درجات النوم، استرخاء كامل بمعنى الكلمة. فيها بتقلل موجات المخ هيبو كامبوموس، وده علشان ما تفكرش كتير، والتجربة بتتنفذ عن طريق الوصول لمنطقة الذاكرة في المخ. بيستغل نديم انه بقاله فترة بيحاول يعمل بحث جديد عن الشيطان بس مش عارف، فبيجرب يروح الملاذ ويجرب التجربة، يمكن تفكيره يهدى ويحاول يجمع افكاره او حتى يقابل الشيطان. بيروح نديم بحجة انه عجبه البيانو اللي عند طارق وعايز يشتريه، وده لانه بيحب العزف، والبيانو ده ايقونة الموسيقار العالمي شوبان، فكان شرط طارق علشان يبيعه النديم انه يجرب اسبوع في الملاذ. بعد فترة بيوافق نديم على العرض، وده علشان فضوله لخوض التجربة. بيدور بينه وبين الغزالة حوار معظمه محاولة لصيد تاليا، وفي أول مرحلة في الملاذ نديم بيشوف جزء من حياته السابقة وصدمة تعرض ليها وهو صغير لما دخل على باباه ومامته وشافهم في وضع مش كويس، واللي أثرت عليه لحد النهاردة في قراراته ونفسيته. والرواية بتشرح المشاهد دي شرح أكبر من كده. بعدها بيكمل التجربة وبيقابل نديم الشيطان، أو خلينا نقول بقى هو الشيطان، وبيسأل أسئلة للشيطان أو لنفسه. ما منعك ألا تسجد أيها المعتوه؟ كيف سولت لك نفسك تحديه أمام الملأ؟ بيعرف نديم كل حاجة كان عايز يعرفها من الشيطان علشان يكمل بحثه. بعدها بيكمل نديم التجربة وبيشوف نفسه في حيوات سابقة، وبيحصل حاجات كتير تدل إنه دخل العالم ده فعلا، زي خاتم الحاخام اللي لقاه معاه بعد ما فاق. وبتدور أحداث الرواية في هذه الحيوات السابقة مع محاولة صيد الغزالة تاليا. كل ده كوم، ونهاية الرواية كوم تاني. بنتفاجئ في آخر الرواية إن نديم كان في حياة سابقة ليه هو. قبل ما يبقى نديم كان شخص اسمه يوسف مروان، عازف غنائي، وده اللي كان بيشوفه نديم في تجاربه في الملاذ. وبنكتشف إن طارق كان الشخص اللي كان بيحب ليلى اللي يوسف مروان خدها منه وخلاها تسيبه وتبعد عنه، واللي هي حاليا تاليا اللي نديم عايز ياخدها من طارق. لكن الصدمة كانت إن تاليا ماتت منتحرة بسبب يوسف، وبعدها بيموت يوسف نفسه منتحر، وبيجي دور طارق وانتقامه لليلى من يوسف. علشان كده فضل طارق على امل ان روح يوسف هتبعث في شخص جديد في حياة جديدة. وبعد طول زمن، وبعد ما طارق عمل عمليات وعمل كل حاجة عشان يعيش اطول وقت ممكن من عمره، وده علشان ياخد انتقامه لحد ما بقى عنده 150 سنة، بيقتل طارق تاليا. وبيكتشف نديم انها روبوت كان بيعمل كل حاجة بأوامر من طارق. وبعدها طارق قرر انه يقتل نديم، وفجأة بيختفي طارق من الحياة، وبيرجع نديم لحياته ومحاضراته، بيوصل لحاجات بيدور عليها من اول الرواية في ذاته، وعرف ان الحب هو اساس كل شيء. وبكده نكون خلصنا حلقتنا اللي مليانة كلام عن الرواية وعن احمد مراد. اتمنى تكون عجبتكم وتعرفوا انها رواية تستحق التقدير والاحترام بسبب عقلية الكاتب احمد مراد الرائعة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان ده فعلا يساعدنا اننا نتطور واننا ننتشر بشكل اكبر.